اهلا بيك. رمضان 2025. اهلا بيك وكل سنه عشان انا بقول وانت بقول كده ليه؟ عشان ما حدش يقول ده البلح ده بتاع السنه اللي فاتت او ده الفيديو بتاع السنه اللي فاتت او اللي قبلها. احنا دي رابع سنه مع بعض على التوقيت. بقى لنا فوق انا بالنسبه لي بقى لي فوق ال10 سنين. فوق ال10 سنين. لو حد دخل دلوقتي يقول على فكره البلح ده متخزن من السنه اللي فاتت، بتقول ايه لسه ما فيش بلح بدري كده؟ احنا دلوقتي في اول رجب. البلح اصلا كده بيتحسد من شهر 9. واحنا بنفضل ننشف فيه من 9 10 11، ولو عاوز انزله في 11 هنزله. الناس انا عارفه ان هي مش هتصدق لما تيجي تشوف بعينيها بالظبط ان الاسعار عند حضرتك ما زادتش فعلا عن السنه اللي فاتت، والفيديوهات موجوده، ده مش كلام. اكتر من 7 جنيه في الكيلو. تمام. طب قولي بقى الانواع اللي موجوده عندك. انا عارفه ان في سكوتي، برطموده، جنديله. الفواخر اللي هو ده. وده كمان. فين اكتر بلحه ملحمه يعني؟ الصفار ده اللي هو السكر بتاعها. انت مسكتي البلحه دي بطول العقله الصباع. طب لو حد رايح يشتري بلح ومش فاهم في الانواع وعايز بلحه تكون حلوه، في سكر عالي، في سكر وسط، في بدون سكر خالص اللي هو بيناسب مرضى السكر هو ده دي بقى لو متخزنه حضرتك. ماشي. الناس كانت بتكلمك في اول رمضان وفي اخر شعبان بتقول لهم انا خلصت. لا انا ما ببيعش المحلات على فكره. انا ما ببيعش المحلات. انا بقول لك انا لما رحت لقيت اشكال مختلفه عن الاشكال اللي انا شايفها دلوقتي. ده طبيعي. انا عندي مش اقل من 40 شهر. استاذ محمد دي طلبيات مش كده؟ دي طلبيه طالعه الساحل الشمالي ان شاء الله. رايحه الساحل. ده لسه جوه بقيتها كمان ولسه هنكمل يعني. انت عندك خصم للكميات؟ اللي الشوال عندي اللي 50 كيلو مثلا. يعني الشوال ده 50 كيلو؟ فانت جيتي قلت لي عاوزه شوال. السعر ده بينزل 2 جنيه كمان. ابو 55 بيبقى 53 يعني بكيسه لك لو عاوزه. ما هو ده بقى اللي انا عايزه اعرفه. علشان السنه اللي فاتت الناس كانت بتقول احنا يعني عايزين نوزع اللي هي الناس اللي بتعمل شنط رمضان. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. كانوا بيسالوا عن موضوع التكييس ده. عندك الحاجه بتطلع متكيسه بنفس الشكل ده؟ بنفس الشكل دوت. ولو عاوزين انصاص برضو بالنفس. عندك كيلو يعني بتحط انصاص وقياس كيلوات. في ناس بتحتاج مثلا الكميه تكيسها انصاص. وفي ناس بتحتاج ان هي تكيسها كيلو الا ربع. فكل ده متاح واحنا جاهزين بيه يعني. والخصم اللي فوق الشوال يعني. اللي ياخد شوال هو ده اللي بنزل له من السعر بتاعه اللي هو هيختار منه 2 جنيه. هو في البلح اصله انتوا بتجيبوه منين؟ من هنا من ارضنا. من هنا. اصل في اسوان وفي لا في اسوان وفي سيوه وفي واحات هو في فرق بين البلح الاحمر والبلح الاصفر؟ يعني دي مثلا صفرة مثلا، دي حمراء. تمام. في فرق بينهم ولا؟ لا مفيش فرق بينهم. هي بس الشكل اللي هو مصفر. ماشي. لما بيجي يتشمس احنا بنحمص في الشمس. ما بنحمصش في فران والكلام ده. فبنحمص في الشمس. اللي في الشمس احلى. طبعا الشمس اصلا بيديلك الطعم الحقيقي للبلح. لكن التحميص في الفرن بياخد طبيعه الحلاوه بتاعت البلحه نفسها. يعني انا بالنسبه لي البلحه الصفراء عن البلحه الحمراء مفيش فرق. لا مفيش فرق. في طريقه بس التنشيف. انت بتاكلي البلحه الحمراء اللي هي قبل ما تتنشف بيبقى عامله شكلها عامله ازاي، والاصفر عامل ازاي طعمه؟ لا طعم البلحه الصفراء هما الاثنين طعمهم بلح بالظبط. هي بس بتفرق التحميصه في الشمس بتغير لونها شويه. طب لو حد جاي لك دلوقتي وقال لك انا مش فاهم وعايز نوع كويس، هتشاور له على ايه؟ هقول له او هتنصحه بايه؟ الاول هخليه يدوق الاول. الاول لازم يدوق. يعني اصلا بص حضرتك، لان الموضوع الاكل ده بالذات انا اذواق. اذواق. فانا ممكن يكون عجباني البلحه دي بس ما تعجبش حضرتك. طب ما انا مش جايب لك شكل واحد ملزمك فيه، انا جايب لك حوالي اكتر من 5 وكلهم نفس نسبه السكر فيهم. نسبه السكر بتتراوح طب قول لي اكتر بلحه مسكره بحيث ان انا ما احطلهاش سكر خالص. دي بلحه مسكره. دي دي بلحه مسكره. دي بلحه مسكره ومحمله برضو. ايه كمان؟ دي زي دي زي دي ودي ده وده زي بعض. دي برضو مقرمشه. دي مقرمشه اصلا. ولحمتها حلوه. ما شاء الله. لحمتها وسط اصلا. ومسكره برضو. البلحه بتبان من بره اذا كانت مسوسه ولا لا، ولا لازم نفتحها؟ لازم تتفتح. لازم نفتحها. انا يعني زياده التاكيد لازم تتفتح البلحه. انت بتشتري. لا يعني ما فيش حد هيجي يفتح البلح كله قبل ما اللي يروح يشتري بلح ياخد عينات عشوائيه كده ويفتحها. بحيث ان هو يتاكد يعني مثلا هو النهارده عجبته بلحه زي كده. فهيفتحها ويشوف. اه عجبته بلحه تاني هيفتحها ويشوف.
خلصوا امتى يعني الشغل ده بيكون خلصان امتى؟ والله بصي، هي قدر الامكان احنا بنبدا من اول رجب زي كل موسم كده، وبننهي الشغل في دخلة رمضان. دخلة رمضان. بس السنه اللي فاتت طبعا احنا خلصنا بدري يعني، بس هو المعتاد البرنامج بتاعنا ان احنا في دخلة رمضان. استاذ محمد احنا فين هنا بالظبط؟ احنا في زي كل موسم احنا هنا في شارع 10 متفرع من ميدان عبده باشا. شارع 10 متفرع من ميدان عبده باشا. ده شارع عبده باشا صح كده؟ قدام كده. اللي بره ده. اللي بره كده ميدان عبده باشا. الشارع اللي احنا فيه ده بقى اسمه شارع 10. شارع 10. في اتوبيسات بتيجي من بره من هنا صح؟ وفي مترو الانفاق، مترو عبده باشا، محطة عبده باشا. محطة عبده باشا بره برضه. بيننا وبينها مفيش 200 متر يعني. يعني اللي عايز يجي لك يركب المترو وينزل عبده باشا ويسأل على شارع 10. بالظبط. انت بقى موجود في نص شارع 10. بالظبط كده. طب وموجود امتى؟ بقى مواعيدك ايه؟ بنفتح من الساعة 10 11 الصبح كل يوم. كل يوم الحمد لله لغاية 11 بالليل. في حاجات لسه جاية انت واحنا طبعا بنصور او قبل التصوير قلت لي لسه في الفرش، في شغل تاني جاي. ايه بقى اللي جاي؟ اللي جاي اصلا البلح السيوي وبلح القصيم السعودي ومية زمزم ان شاء الله. دول ان شاء الله هيبقوا متوفرين على امتى؟ الاسبوع دوت ان شاء الله. واحنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله احنا بقينا رقم 1 في تصدير البلح دلوقتي مصر يعني. ما شاء الله. استاذ محمد انا شايفه ما شاء الله تشكيله كبيره جوه في المحل. هل الشويله دي كلها يعني نفس الاشكال ولا كل شكل فيهم مختلف عن الشكل التاني؟ يعني مثلا النخله ممكن تطلع لك شوالين 3 4 بالكتير. فاهمه ازاي؟ فانت كل شكل زي ما قلت لك كده يعتبر نخله عندك. فاهمه ازاي؟ فهمتك. يعني مثلا الشوال ده نخله والشوال اللي تحته ده نخله يعني كل لو هو شكل واحد يبقى نخله. فاهمه ازاي؟ لا انا مش قصدي كده. هي النخله بتطلع كام شوال بلح تقريبا؟ لا هي يعني قد ايه كام كيلو؟ في نخله بتطلع 50 كيلو، في نخله بتطلع 100 كيلو، وفي نخله بتطلع 200 كيلو. ما شاء الله. يعني معنى كده ان كل الاشكال دي مختلفه عن بعضها. طبعا. عشان كده الناس لما بتيجي علشان تاخد بتقول لي احيانا احنا لقينا تشكيل مختلف عن اللي احنا شفناه. ما هقول لحضرتك ليه بقى؟ لان الطبيعي اصلا ان هو بيخش عند العميل التاجر ياخد منه بيلاقي مثلا شكلين 3 هم اللي موجودين. لكن انا زي ما انت شايفه كده انا عندي مش اقل من 20 شكل على الطبليه. 20 نوع. فاهمه؟ هي القصه في كده. لكن النهارده انا خلصت شغلي التصوير اللي حضرتك صورتيه بعد ما مشيت زي ما شايفه الشباب بتعمل الطلبيه اللي جايه دي ان شاء الله. الطلبيه دي كلها خلصانه. ايوه فانا بالنسبه لها هغير فهيطلع شكل تاني. فاهماك. فاهمه ازاي؟ ايوه. استاذ محمد الاسعار دي فيها تغيير؟ يعني ممكن الناس تيجي بكره بعد اسبوع بعد شهر تقول لها والله الدولار غالي والبنزين غالي والافلام دي كلها ولا؟ لا احنا ما عندناش الطبيعه دي الحمد لله. وحضرتك يعني اكتر واحده فاهمه وعارفه الكلام ده. انا عارفه بس الناس محتاجه تعرف. النهارده اصلا الاسعار زي ما احنا بنحطها اول يوم لغايه اخر يوم. يعني هتفضل الاسعار لحد ما حضرتك تخلص الكميات اللي عندك بالظبط. 55 اللي هي الفواخر. ايوه. و40 اللي هو المتوسط اللي هو الوسط الشعبي الوسط. شعبي الوسط و30 ده شعبي. مفيش اسعار هتزيد عن كده. لا ان شاء الله. ان شاء الله ده وعد. ده وعد ما تقلقيش. ان شاء الله. وان شاء الله يعني انا برضو بيصادفني تعليقات او اتصالات تقول لي طب الاسعار اللي احنا شفناها في الفيديو دي هنيجي نلاقيها؟ هتيجي تلاقيها يا فندم. احنا اصلا بنتعامل معاك بما يرضي الله وبنتعامل معاك بمصداقيه بجد. يعني انا مش محتاج ان انا اخدعك قدام الكاميرا وتيجي تتدبس في حاجه. فاهم ازاي؟ هي دي القصه كلها. عاوز تيجي وتشرفني وتشوف الشغل وكمان ما تشتريش، تدوق وتستطعم وتشوف جوده الحاجه وتقول لي الله ينور. هقول لك اتفضل شوف اللي انت عاوزه. تمام. ايه بقى الطريقه الصح لتخزين البلح عشان يقعد معايا لو ناس جت خدت من عندك كميه؟ تمام. ومش عايزاه يسوس. ايه بقى الطريقه الصح لتخزين البلح عشان ما يسوسش مهما يقعد عندهم؟ في الثلاجه ولا بره الثلاجه ولا في اكياس؟ لا هو في الجو الشتاء اللي احنا فيه ده البلح ايا كان ان شاء الله حطيه على السفره كده خلاص طول الشتاء يفضل زي ما هو. يخلص الشتاء
الشويه اللي فضلوا معاكي يتحطوا في الثلاجه. في الثلاجه. وجول النهارده زباين كتير جدا اتعاملوا في الموضوع ده، كانت زبونتين واقفين مع بعض. زبونه بتتكلم ان البلح خدته وفي الصيف سوس، انت كنت حاطاه فين؟ كنت حاطاه عادي جدا. قالت لها لا انا سمعت كلامه وحطيته في الثلاجه فعلا طلع كويس جدا لغايه النهارده انا باكل منه. يعني البلح جوه يعني البلح طول ما الجو شتاء هو بره عادي. بالزبط. اول ما الدنيا تبدا تحرر يتشال في الثلاجه على طول. بالظبط. يقعد بقى من السنه لسنه مفيش مشكله. لا عادي جدا. لما تكون مخزن الشواله دي كلها في الثلاجه عندك من السنه اللي فاتت. يا رب يكون عندي ثلاجه تكفي الشغل ده ان شاء الله. محمد عندكم توصيل؟ لا والله انا بص ما بشجعش موضوع التوصيل. زعلتني ليه بقى؟ ده السنه اللي فاتت واللي قبلها كان في توصيل. بس انا بحب موضوع الاكل بالذات. انت النهارده اول مره تعرفيني. تمام. وشايفه فيديو بس وشايفه صور بس. ما تاخدش كل حاجه من الفيديو، احنا الفيديو بنوضح لك فيه بس ان في شغل هنا كويس وفي حاجه، انت بقى تحكم على الحاجه كويسه لما تيجي تشوفها بعينيك. وتيجي تستطعمها. خاصه ان انت عندك تشكيله واسعه زي ما احنا شايفين. فانا بالنسبه لي ما برجحش ان انا اودي طلبات اصلا توصيل لزبون اصلا لاول مره يتعامل معايا مثلا. لكن انت اتعاملتي معايا خلاص. بصور لك الشغل ببعته لك، بتقولي لي ابعت لي ده، خلاص ببعته لك. يعني انت السنه دي لغايه موضوع التوصيل ده وعايز الناس تيجي تنقي الحاجه، تنقي وتشرفني واشوفها وتشوفني. واللي يعجبه ياخد منه ويمشي، محدش بقى يقول لك ابعت لي شكل ويروح يلاقي بقى شكل تاني. ايوه بالظبط كده. او يقول مثلا البلحه دي في الصوره شكلها عامل كذا وجت لما شفتها بقت شكلها عامل كده. لا خلينا واضحين وفي مصداقيه اكتر من كده، ان انت تيجي عندي تشرفني تمام وتشوف الحاجه وتنقيها زي ما انت عاوز وتدوقها وبعد كده نتفاهم. استاذ محمد انا اتشرفت بحضرتك جدا جدا. ميرسي جدا. كل سنه وحضرتك طيب وربنا ما يحرمناش كده من البلح الجميل بتاعك. ربنا يخليك يا فندم، ويا رب يجعله موسم خير عليكم جميعا باذن الله وعلى المسلمين اجمعين يا رب. شاكرين جدا لحضرتك كلهم يا رب. شاكرين جدا لحضرتك وكل سنه وانت طيبه واسرتك بخير وكل العالم العربي كله بخير ان شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله. يا رب يا استاذ محمد.